تعالى يا سيدي. السلام عليكم، ازيك يا ابو نصر؟ يوه. تعالى يا سيدي. انت عارف هو بيحب يهزر معايا كده على طول. خش. صلى على النبي يابا. الصلاة والسلام. خير باذن الله، هتفضل واقفه زي ما انت وهتحط شنطتك جنبك، ما تدخليش جوه لما اقول لك ادخلي، خلاص؟ ماشي. وسلمها لله ان شاء الله خير. ونعم بالله. ماشي. ايه يا عم؟ ايه يا ابو نصر؟ ابو نصر يا علي. يا حماد. حماده ايه يا علي؟ بقالي نص ساعه بكلمك يا علي، معلش سيب التليفون اللي في ايدك، قدرني يا علي، قدرني، ده انا في بيتك يا عم، مش للدرجه دي يعني. خير يا ابو نصر. خير يا عم. انت مزعل اختي ليه؟ وبقى لها فتره قاعده عندي، ما بتسالش عليها ليه؟ وانت ايه رايك في الموضوع ده يا حماد؟ رايي في الموضوع ده؟ لا طبعا رايي في الموضوع ده، انا بتمنى لاختي الستر، انا مش عايز اكون سبب في طلاقها، انا مش عايز اخرب بيت، انا عايز اختي تعيش، مش عايز حد يضحك عليه. خلاص يا حماد، ده مادام انت عايز اختك تعيش عجلها، انصحها، قولها عيشي، اسمعي كلام جوزك، عرفها كده وعجلها يا حماد. هو انت رفعت رجلك في وشي لما قلت لك انا مش عايز اخرب بيتها وعلى عايز اكون سبب في طلاقها وعايزها تعيش؟ يا عم كل واحد بيعمل باصله، الله يبارك لك. هي غلطت زي ما انت بتقول كتير يا عم، ممكن بس اعرف هي غلطت في ايه؟ يعني ممكن معلش حاجه من الحاجات الكتير دي ممكن اعرفها؟ هقول لك ايه ولا ايه؟ لا انا مش فاكر دلوقتي اصلا يا حماد، لما افتكر هقول لك. مش فاكر دلوقتي؟ اه. وحاطط رجلك في وشي، الله يبارك لك يا ابو يوسف. يا عم على العموم لما تفتكر لنا قاعده مع بعض، مراتك يابا في بيتك، اقفل عليك بابك، ما تسمعش حد صوتك، الله يسترها معاك. خش يا سهام يلا بيتك يابا. لا استني، تخش فين؟ وانا قلت لها تخش؟ قالت تخش هي بالعافيه. طب معلش يا سهام، معلش يابا، خليك واقفه عندك شويه، هو جوزك برضه بيحبك ومش هتوني عليه، هيقول لك خش دلوقتي، خليك واقفه عندك شويه. اه تقف شويه، ممكن اقول لها خشي او ما تخشش، او تاخدها معاك وانت ماشي، على حسب. او اخدها معايا وانا ماشي؟ هي مش فارقه معاك خالص. بقول لك ايه، اسمعني، نزل رجلك الاول. انت رفعت رجلك في وشي لما قلت لك انا عايز اختي تعيش، مش عايز اخرب بيتها، بس خلي بالك مش معنى كده ان انا برخصها، لا. اذا كان انت اختك لها بدل البيت 2، قسما بالله انا اختي دي لها بدل البيت 10. مفيش في الدنيا اسهل من خراب البيوت، بس احنا ما بنحبوش. بس لما توصل لدرجة ان انت لما تحس ان انا عايز اختي تعيش ومحدش يسمع صوتها، فتحط رجلك في وشي وتبيع وتشتري فيا، ايه يا عم؟ هو ربنا فوق وانت تحت يا عم؟ ده ربنا بيرحم وجعل الرحمة بين الناس يا عم، في ايه؟ في ايه يا عم؟ هو انا عشان بقول لك عايز اختي تعيش ابقى برخصها؟ هو انا عشان جايبها وجايب انا بقل منها بخسف بكرامتها الارض؟ لا اصحى فوق. قسما بالله احنا طيبين وبنحب عمار البيوت، ما بنحبش الخراب، بس لو دراعي هيبقى سبب في ان حد يقل مني انا اقطعه. انا حاولت على قد ما اقدر ما اخربش البيت ده، بس انت واضح ان انت من النوعيه ان انت لما بتلاقي البني ادم بيتكلم بالراحه فبتفكر انه رخيص ومذلول وذليل. هو انا كنت غلطان لما جبتها وجيت؟ هو انا غلطان لما قلت لها عيشي؟ هو انا كنت غلطان لما عشمت فيك؟ هو ابويا الله يرحمه كان غلطان لما حطوا ايدي في ايدك وجال روحي يا بنت انا مديك الراجل؟ مفيش راجل بيعمل اللي انت بتعمله يا عم. يا عم بص، كل واحد منه لله. انا هاخد اختي وامشي، بس خلي بالك كل ظالم في الدنيا ليه يوم. بالله عليك يا جدع ما تسترخصش بنات الناس. لو اختك انت غالية عندك جيرات، اختي غالية عند 24، وزي ما قلت لك لو انت اختك لها بيتين انا اختي لها 20. سلام عليكم ولا اقول لك من غير سلام؟ يلا يا بنتي. اتأخرت عليك انا صح؟ اتأخرت عليك. هنمشي تاني، هنمشي تاني. واضح ان انت مكتوب عليك ان انت بختك يكون مايل، رغم ان انا مش شايفك عملت حاجه غلط. انا اموت واعرف الناس الرخيصه عديمه الكرامه اللي بتاخد بنات الناس وفي الاخر بترميها بعد ما تقل من كرامتها، ده ليه؟ انا مش عارف والله. بنات الناس ما فيهم مشكله، انا لو عارف ان انت فيك حاجه وحشه هقول، بس اعمل ايه يا بنت؟ الله ينتقم من اللي بيقل من حظ بنات الناس، الله ينتقم من اللي بيقل من بخت بنات الناس. يا بنت الناس ربنا يشيلك الاحسن. وبقول لك ايه، كتفي ده زاد، كتفي ده مي. بيت اخوكي قسما بالله لو حكمت ان انا هبيع جلابيتي دي عليكي
لا اعملها، واوعي تأنبي ضميرك. الراجل لما يكون مش راجل، الراجل لما يكون ما يستاهلش ما يتبكيش عليه، بالعكس ده يتعمل عليه فرح. يلا. لا اله الا الله. استنى يا حماده، استنى يا حماده. حقك عليا يا حماده، انا فعلا غلطان، انا اللي سكت فيها، وانت ابن ناس. كتر خيرك ان انت جبت اختك وهي غضبانه وجبتها لها لغايه البيت، بس انا فعلا انا ما بقدرش. حقك عليا يا ابني، حقك عليا يا سهام، معلش ما تزعليش. احنا مش بينا حاج ابو يوسف، انا مش بعتبرك جوز اختي، انا بعتبرك اخويا الكبير، انا بعتبرك سندي، فبالله عليك ما تخيبش عشمي فيك، اوعى تخيب ظني فيك. اسمع يا بنت الناس، جوزك عيشي تحت رجلي، ضغوطات الحياة عليه الله يعينه، مهما يقول انت واجب عليك الطبطبي، واجب عليك تحتوي، خلاص؟ ولو عملت غلطة في يوم من الأيام هتزعلي مني، احنا أولاد أصول، صوتنا ما بيعلاش، خلاص؟ حاضر يا اخويا. اسمعني يا أخويا، ايه يا اخويا؟ أختي أغلى حاجة عندي في الدنيا، فبالله عليك قدرني فيها، احترمني فيها، أنا عمري في حياتي ما جليت منك فما تجلش مني. ولو عملت غلطة وانت هتكسر لها ضلع كلمني وانا هاجي اكسر 24، بس قدرني واقفل عليك بابك، ومش عايز كل من هب ودب يجابلني في الشارع اختك عملت ايه وروحت ولا ما روحتش وجوزها جالها ولا ما جالهاش، الله يسترها معاك. احنا وقفنا جنبك وكبرناك وقلنا راجل هيحافظ، فابوس ايدك ما تخيبش عشمنا فيك. خد مراتك يابا يلا واتكل على الله، خش جوه. تسلم عايز يا ابن حاجه؟ الرسول، تسلم.